طيب يا شباب نكمل. احنا خدنا الفيديو اللي فات، خدنا مراجعة كبيرة عن ال frequency distribution، وعرفنا يعني ايه هو ال relative frequency distribution، وقلنا ان ال relative frequency distribution دوت بحسبه عن طريق ان انا بجيب مجموع التكرارات دوت اللي هو ال20، اللي هو مجموع التكرارات، وباجي اشوف ال relative عندي اللي انا باخد ال4 واقسم على 20 اللي هو المجموع الكلي، وبعد كده باخد ال2 واقسم على 20 عشان اطلع الناتج بتاع ال relative frequency. هنعرف بقى حاجة النهاردة جديدة اسمها CRF، والCRF دي تكملة على الفيديو اللي فات. ايه هي الكوميوليتيف ريليتيف فريكوينسي؟ ازاي بحسبها؟ ببساطة خالص باجي احسب الريليتيف فريكوينسي اللي احنا حسبناه المرة اللي فاتت اللي هو ده، وبعد كده باجي بعد ما برتب اللي هو من الصفر وطلعنا الارقام ديت في الفريكوينسي ديستريبيوشن، باجي اجيب بقى الريليتيف ان انا باخد مجموع عدد التكرارات اللي هي كانت 20، بقسم هنا الصفر اتكرر 4 مرات فبقسم على 20، الواحد اتكرر مرتين فقسمته وطلعت الناتج دي. السي ار اف السي ار اف ببساطة اللي أنا هعمل إيه؟ هاجي أشوف الناتج اللي طلعته من هنا هبتدي بيه، هرتب الحاجات ديت من صفر، هرتب ترتيب من الصغير للكبير، وأجي أشوف أول قيمة ماشي بتاعت الريليتيف وبحطها شبه ما هي، ولما باجي أنزل للعدد اللي بعده اللي هو الواحد، باجي آخد القيمة ديت اللي فوق اللي هي ال20% بحطها، وأجمع عليها القيمة بتاعت الواحد في التكرار بتاعت الريليتيف اللي هتبقى 10، وأجمعهم الاتنين على بعض هيديني 30%. بعد ما أطلع الناتج ده هنزل عند الاتنين هنا، اخد ال30 دي احطها واجمع عليها عدد تكرارات الاتنين، كانت 7 مرات، 7 على 20 فيها 35%، واحط ال35% واجمعهم على بعض هيديني 65، 35 زائد 30 65. وبعد كده بنزل اخد ال65% احطها وبجمع عليها عدد التكرارات بتاعة التلاتة اللي هي ال20%، هيديني ناتج 85%. وبعد كده انزل عند الأربعة هلاقي الناتج كان 15، اجمع 515 ادانا واحد صحيح. ده 1 من 100. الواحد دوت يا شباب دي القيمة اللي أنا لازم كنت أوصل لها. لو نفتكر المرة اللي فاتت أنا قلت مجموع الريليتيف فريكوينسي لازم يدينا 1 من 100، شبه ما أنا قلت في الفريكوينسي هنا ديستريبيوشن إن مجموع عدد التكرارات اللي هو 20 ده بيساوي مجموع التكرارات بتاعة الأرقام. هنا بقى لازم مجموع في الريليتيف، لازم مجموع اللي عندي الأرقام اللي عندي بتاعة الريليتيف فريكوينسي بتدينا واحد صحيح. الواحد صحيح أما بوصل ليه يبقى أنا كده وصلت خلاص لآخر حاجة عندي. هنا بيقولك إن الكوميوليتيف ريليتيف فريكوينسي CRF لازم القيمة بتاعته في النهاية لما توصل دايما يجي أن توصل لإيه؟ ل1 من 100 صحيح. تمام يا شباب؟ بس كده، فده ببساطة CRF. احنا كده خدنا لغاية دلوقتي frequency distribution، وخدنا ال relative frequency، وخدنا ال cumulative relative frequency CRF. لو انت فاتك حاجة من الحاجات ديت راجعها تاني، وإن شاء الله هستناكم في الفيديو الجاي.